انتوا شايفين كلاعيبه النادي الاهلي ان الاداء اللي انتوا بتقدموه يليق بالنادي الاهلي وجمهوره؟ انتوا شايفين ان الاداء اللي انتوا عاملينه من بدايه الموسم يليق بيكوا كلاعيبه وبجمهور النادي الاهلي، الجمهور الكبير العظيم، وبالنادي الكبير اللي انتوا بتلعبوا ليه؟ ومحدش يقول لي لا يا كابتن ما يليقش وان شاء الله اللي جاي احسن، لان ده انا اللي هحدده. كلمات قوية جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ للاعيبة النادي الأهلي في الجلسة الأخيرة قبل مباراة سيراميكا، وصلاحيات كاملة للكابتن وليد صلاح الدين، والأهلي يعود إلى الانضباط من جديد. مفيش ترضيات، مفيش تجديد عقود. اللي هيجيب عنده عرض كويس للنادي الأهلي يجيبه ويتفضل مع ألف سلامة، ويعود الأهلي لفتح بابه من جديد. اللي عايز يمشي مع ألف سلامة. عودة الانضباط. كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم مع اللعيبة بكل حدة، لدرجة انه قال ان اللعيب هديكم مثال، انت عقدك 5 قروش بتلعب فروت، ما جبتليش 20 جون في الموسم، تأثيرك على الفرقة مش قوي، ال5 قروش هتاخدهم 3 قروش. تقول لي ازاي ابو علي دي عقود؟ اقول لك لا، ما العقود تتعدل وبنود جديده تتحط. طب انا كلاعب مش موافق، هات عقد يرضي النادي الاهلي، يرضي النادي الاهلي والنادي الاهلي يوافق عليه وتوكل على الله. اما توافق على اللائحه الجديده والبنود الجديده في عقدك، اما تجيب عقد وتتوكل على الله. عوده الانضباط داخل النادي الاهلي وداخل غرفه ملابس النادي الاهلي اللي كان فيها مشاكل كتيره جدا. اللعيبه كانت بتبص لبعضيها، اللعيبه كانت بتبص لرواتب بعضيها. كابتن محمود تريزيجيه راح كقائد من كباتن فرقه النادي الاهلي بعد مباراه سيراميكا، وقال للكابتن وليد صلاح الدين نبدا نفك الكيس ونصرف للعيبه فلوس يا كابتن بعد المكسب ده. قال له مفيش فلوس للعيبه الا بعد مباراه القمه. عوده الانضباط والصلاحيات للكابتن وليد صلاح الدين. اتفرجوا على الاهلي الفتره اللي جايه.